السلام عليكم متتبعينا الكرام. القضية باقا سخونة ديال هاد الطالب هذا. الطالب المسكين اللي بقى في المغاربة كاملين. كيفاش طالب يعني جاي يقرا، خلى المدينة ديالو الأخرى وجا واحد المدينة، وفي التالي كتفاجأ العائلة ديالو، كيتفاجئوا المغاربة بأنها مصفية ليه عن طريق فتاة. يعني هادشي لا يعقل، لا يعقل أبدا. القصة هما فيها بأن هاد الطالب هذا جا يعني باش يكمل الدراسة ديالو في واحد المدينة اللي هي بطبيعة الحال مدينة طنجة. جا تمايا باش يسكن سيد كرا في واحد الباطمه اللي كانوا كارين فيها الطلاب، يعني حتى هو بحكم بانه طالب ضروري يمشي يكري في واحد الباطمه اللي فيها الطلاب. بعض الناس او بعض الشهود كيقول بان داك الباطمه او بان داك الحي فيه الطلاب، يعني كيكميو الحشيش يعني كل يعني مخلطه، كاين طلاب مزيانين وطلاب اللي ماشي مزيانين. ولكن هذا السيد هذا كان واحد الطالب اللي هو باين عليه طالب يعني جميل، طالب الأخلاق ديالو حسنة. يعني كيفاش هاد السيدة حتى تمكنت من التصفية ديالو ومشات ولادت بالفرار، وكان كيسحب لها بأنها ما يعيق بها حتى شي واحد. شنو هو الدافع الأساسي اللي خلى هاد السيدة هادي تقوم بهاد الفعل؟ فما يمكنش يعني بنت وانتم راكم عارفين هاد البنت هادي باقا صغيرة ترتكب هاد الفعل هذا. واش هي عندها هاد القوة هادي الكاملة باش تردع واحد الرجل وتخليه يعني ملقاة في الأرض، وتقبض يعني الهاتف ديالو وتمحي لي كونت ديالو على مواقع التواصل الاجتماعي؟ واش هاد السيدة هادي فعلا غاب وحدة اللي قامت بهذا الفعل؟ لنتابع باقي التفاصيل. هاد السيدة هذا كما قلت لكم، مني بغى يكمل الدراسات ديالو في هذه المدينه هذه، خبر والديه بانه يمشي ويكري كباقي الطلاب، يمشي يكري بوحدو، وكتعاونو يعني شويه الام ديالو والاب ديالو كذلك في المصروف. السيد بالفعل يعني بغى يبدا عام جديد، يبدا في واحد المدينه اخرى، واحد المدينه اللي هي مدينه سياحيه، مدينه جميله. هذا السيد فعلا لقى واحد الشقه اللي هي كانت شقه صغيره باش يكري فيها ويبقى ساكن وكيقرا على راسو. هاد السيد هذا كان عنده حسابات يعني في مواقع التواصل الاجتماعي. هاد الحسابات كان كينشر فيها الفيديوهات ديالو مع السيد، كان شويه كيتريني، كينشر كينشر فيها الفيديوهات ديالو في لاصال، كينشر فيها الفيديوهات ديالو مع في المقاهي. هاد السيد هذا قرب العيد ميلاد ديالو وخبر الاصدقاء ديالو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بان العيد ميلاد ديالو قرب. وكاين الاصدقاء ديالو اللي متبعينه، اللي بحيث كان هو واحد الانسان اللي هو وسيم، كان متبعينه باش يقولوا له عيد ميلاد سعيد، واللي كيعرفوه راه يجيو عنده البيت ديالو. هذا السيد هذا كما قلت لكم قرب هذا الحفل عيد ميلاد، عرض على بعض الطلاب اللي كان كيعرفوهم، منهم اللي ساكنين في داك الموبل، وكاين بعض الطلاب اللي كانوا كيعرفوه وبعض الاصدقاء عرض عليهم. شي جاب له كادو، شي ما جا، شي جا غا مع مثلا مع الصديق ديالو ما كيعرفوش، عاد اول مره يتعرف عليه. كذلك شي بنات جابت الاصدقاء ديالهم، من بين هاد البنات جات هاد البنت. هذا هو اول لقاء ديالهم. جات هاد البنت كما انتم عارفين راه باقا صغيره. جات مع الصديقه ديالها، دخلوا لهذا المنزل هذا، داروا واحد الاحتفال بطبيعة الحال، الناس كاملة مجموعة، الناس احتفلوا به. هو بدا كياخذ يعني شي فيديوهات يعني كياخذهم كيلوحهم في المواقع التواصل الاجتماعي. كذلك الناس لا بغات تصور معك تصور معه، كذلك كتمشي تحطهم حتى هي في المواقع التواصل الاجتماعي. ونرجعوا هذا هو السبب، يعني باش ما نسبقوش الاحداث، هذا هو السبب الرئيسي ديال هذه الفتاة هذه، من يعني باش محات هاد الفيديوهات هادو. فبدات كتقرب لهذا السيد هذا، بحكم هذا السيد هذا وسيم، والسيد يعني مقبول عند الناس، ما يمكنش يقمع شي وحده او يقمع شي واحد. بغات شي وحده تصور معاه فمرحبا. فكان واحد الانسان اللي هو بشوش، انسان خلوق، انسان يعني مقابل الرياضه ديالو، انسان ما كي يعني ما كيتعاطاش شي مخدرات او كيتعاطى شي حاجه اللي هي خايبه بزاف. فدازت الحفله على ما يرام. من بعد ما قربت الحفله يعني تسالى، فجات عنده هاد البنت وبدات كتحاكى معاه، وبدات يعني كتجاملو بانه انسان واسي، بان هي ما عمرها شفت شي دري بهاد اللطافه هادي وبهاد الجمال. فبدات كتواسي، فهو دار لها خاطر ديالها، فبدا يعني كيضحك معاها.
وهنايا تبادلوا الارقام، يعني تبادلوا الارقام، قالت له والو خلي لي النمره ديالك، مره نسول فيك، مره يعني الا بغيت نخرج معاك، مره فهو ما ردالهاش في وجهها، عطاها النمره. وهنايا كان واحد الغلط كبير اللي ارتكبه هو، ولكن هو بحسن النيه. ففي حسن النيه راه تتبدا غير من الزيرو، ولكن راه تقد تطلع حتى الالف. السيد عطاه النمره، عطاتو النمره كذلك، تبادلوا الارقام. سالات الحفله، بدا كيلوح الفيديوهات ديالو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الفيديوهات الناس عجبها الحال، بدات كتبارطاجي الفيديوهات ديالو. هنايا بدات كتصيفط له الميساجات، انا هي فلانه هذه مره كيجاوبها، مره كان فيه شويه ديال الغرور بحكم بان راه ماشي غير هي اللي كيهضر معاها، كيهضر بزاف ديال الاصدقاء، وخصوصا الاصدقاء اللي كيقراو معاه. فبدا مره كيجاوبها، كتقول له علاش ما حطيتيش الفيديو هذا، الفيديو اللي حطيتي راه بنت فيه انا وجيت زوينه هذه واش نتلاقاو هذه. فبدا كان كيتباعد باش يتلاقى هذه السيده. فهي السيده كانت دائما كتلقى السباب تتقول لصاحبتها، هو كان عنده علاقه مع الصاحبه ديالها، يعني علاقه اصدقاء. فكانت كتجي هاد الصاحبه يعني اللي عنده المنزل، فكانت كتجي مع هاد الصديقه هذه، كانت كتجي معها. بعض المرات هو كيبغي يراجع الدروس ديالو مع الصديقه ديالو، هي كتجي حتى هي كتبغي تخرج معاهم. فمن بعد بدات لاصقه فيه، يعني كانها لاصقه فيه، كانها بغاتو ديال بصح. بدات عليه راني كنبغيك صافي، كنبغيك انا، درت اي حاجه على قبلك نديرها، انا ما عنديش مشكل، انت ديالي انت هادي. فبدا كتجي هذيك الهلوسه، نتوما عارفين هاد الانسانه، فهي انسانه قصير، انسانه صغيره ما عارفاش شنو كدير. فهنايا بدات كتطلق يعني هاد المصطلحات، انا كنبغيك انا هادي، انا تيقول لها بعدي مني سيري بحالك سيري بحالك، ولكن ما كانش كيقولها لها وكيخرج في عينيه. حتى هو كان عنده واحد الردود الفعل اللي هي كانه هي كيحس براسو، كانه عاجبو الحال بانه لاصقه. وداك الميساج، بعض الميساجات ولا كيوريهم لصاحبتها، يعني صاحبتك كيقول لها شوف هاد صاحبتك جايبه لي شكي كتبغيني وكذا، انا ما نديهاش فيها، شو كيحاسبها بحال الكلبه. فهي هذيك الميساج صاحبتك كتوري هاد الميساجات، وهي ما رضاتش. هي بالحكم حتى هي كانت شويه انسانه زوينه، ولكن ما رضاتش حدا صاحبتها. قالت كيفاش هاد السيد كيبهدلني والميساجات كامل، وانا اعترفت له بالحب ديالو وقلت له راني كنبغيك وكنموت عليك، ولكن هذا الانسان ما داهاش فيا. انسانه يعني على من الله هاد الميساجات، يعني كنت كنصيفطهم له اوديو، على من الله هاد الميساجات هادو لما صيفطهم فانسانه تقصحت بيديها. فهنايا اتفقات واحد النهار، جات بقات كتدق عليه، قالت له خليني جلس حداك، خليني جلس هادي. دخلت عند هاد السيد هذا، السيد كان فاتيكي، قال لها شنو غديري. كانت عنده واحد جوج بنات حتى هما كانوا جالسين، وواحد الدراري كانوا كيحفظوا. فهي حتى هي دخلت، كانت هذيك الباطمه كامله كما على شهاده العساس وعلى شهاده الجيران، فكانت الباطمه كامله ديال الطلاب كانها مدرسه. فدخلت عنده، دات له واحد الماده بلا لا داعي لذكر الاسم ديالها في واحد المشروب، وكان هذا المشروب ماشي هي اللي جابته، كان المشروب ديالو. عرفت كيفاش غفلاته ومشات للثلاجه. فالسيد حس بواحد النوم يعني شديد. فهاديك البنات كانوا مشاو، وهي حتى هي خرجت، زعما قال لهم يلا بسلامه بسلامه، ولكن هو ما انتبهش بان هي ملي خرجت خدات المفتاح ديال هذا المنزل، يعني خدات المفتاح ديال المنزل. فالسيد ملي خرجت هي يعني شد الباب ومشات تكا. فهي كترجع وكتفتح هاد المنزل ودخلات لعنده وشدات المنزل واتجهات لهاد الفراش النوم اللي كان ناعس فيه هاد السيد هذا، اتجهت ليه. وهنايا قامت يعني بالتصفيه ديالو، يعني الطريقه راه هي باينه وواضحه. وقامت يعني باخذ الهاتف ديالو، مع كان الهاتف ديالو يعني من نوع الرافع اللي كان كيتحل بالبصمه. فاخذت الاصبع ديالو وحطاته في البصمه، تحل. وبدات كتشوف ديك الفيديوهات، وقالت انا خاصني نمحي هاد الفيديوهات هادي، حيت انا يعني الدايره يعني اخر فيديوهات هو ديال عيد الميلاد ديالو، فخصني نمحي هاد الفيديوهات ونمحي كل شيء. محات الفيديوهات كاملين، محات كل شيء، وخلات له الهاتف ديالو تمايا، واتجهت بالفرار. هنايا كما قلت لكم بان الشرطه، يعني كنشكروا بزاف الشرطه المغربيه اللي كدير المجهودات ديالها، اللي ما نعساتش يومين باش تجبد هاد الفاعله ديال هاد الواقعه هادي. فهنايا خدات يعني كل التدابير الحراسه ديالها، وتمكنات يعني باش تجبد يعني هاد السيده هادي في اقل من 48 ساعه. كنشكروا يعني دائما في جميع الفيديوهات كنقولوا لا للاجرام، كتبوا في لي كومونتير لا للاجرام، وشكروا رجال الامن
على حماية هذا البلاد.